السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله نعلمكم طريقة تغيير كلمة السر الخاصة بشبكة الإنترنت. ندخل على متصفح جوجل أو أي متصفح آخر، نكتب بحقل البحث IP الخاص بالراوتر. IP الافتراضي 192.168.0.1. طبعا هذا إذا كان الافتراضي ما مغيره. إذا أنت كنت مغيره يمكن تقدر تخلي IP الجديد اللي أنت مخليه، ومن خلاله تضغط على تنفيذ. تطلع عندك هذه الواجهة، يطلب من عندك كلمة المرور. يعني طبعا إذا أنت محدث الراوتر الخاص بك فقط يطلب كلمة المرور. تدخل كلمة المرور وتدخل على الراوتر. أما إذا كان التحديث عندك قديم يظهر عندك حقلين بدل الحقل الواحد، باليوزر والباسورد. تكتب بالحقل الأول إذا كان الافتراضي اليوزر والباسورد، تكتب بالحقل الأول آدمن والحقل الثاني آدمن. أما إذا أنت محدث فكلمة المرور لازم أنت تعرفها. تكتب كلمة المرور وتضغط على تسجيل الدخول. بعد ما تفتح عندك هذه الواجهة تروح على القائمة، تختار الاختيار وايرلس مثل ما تلاحظون. من وايرلس تروح على وايرلس سكيورتي، ثاني اختيار بالوايرلس. تطلع عندك هذه الواجهة، عندك وايرلس باسورد. إذا تلاحظون تقدر تمسح كلمة المرور القديمة وتكتب كلمة المرور الجديدة وتنزل للأسفل وتضغط على هذه الكلمة، كلمة سيف مثل ما تلاحظ بالأسفل بداخل هذا المستطيل. وتقدر بعدها تتصل بالشبكة من خلال الباسورد الجديد.